السؤال المهم: هل أنا تقابلت مع المسيح له المجد بعد قيامته؟ هل ده سؤال فلسفي؟ هل ده سؤال فلسفي؟ هل ده سؤال نظري؟ هل ده سؤال تأملي؟ هل ده سؤال خيالي؟ هل ده سؤال وهمي؟ هل ده سؤال افتراضي؟ لا، ده سؤال حقيقي. طب وازاي يعني؟ طب ازاي يقول لنا ابونا ازاي جاب المسيح بعد القيامة؟ ازاي؟ خد معاك قول ربنا ممكن يا ربي اخد منك ميعاد اقعد معاك شويه. طب ياخد الميعاد ده ازاي دلوقتي؟ قول كده جوه قلبك: يا ربي انا عايز اقابلك، يا رب انا عايز انوب القيامه، يا ربي انا بصراحه يا ربي غيران على توما البشير، وغيران على بطرس الرسول، وغيران على تلميذي عمواس، وغيران على مريم المجدليه ومريم الاخرى. ممكن تسمح لي اقابلك امتى يا ربي؟ انا نفسي سمعت الصوت بالليل بعد ما تخلص الكنيسه اجتماعات على 10 ونص كده نتقابل مع بعض. انت يمكن جالك انت عندك مشوار، ويمكن جالك انت تروح عند حماتك بعد الاجتماع، ويمكن جالك انت تروح تقعد على الكازينو شويه. انا هستناك بعد الكازينو. عارفين يا شباب احنا ليه مش متقدمين روحيا قوي يعني؟ لان احنا دايما بنخلي ربنا يسمع صوتنا، بس مش بنخلي نفسنا نسمع صوته، مش بنسيبه هو يتكلم. نفسي ندخل نصلي كده في المخدع بتاعنا او في الانجيل نقول يا رب كده نور عينيا، كلمني، وضح لي ماذا تريد يا رب ان افعل. يا ربي انا زي توما، عندي حياة كتيرة شكل فيها. يا ربي انا زي تلميذي عمواس، عندي احزان زي ما بتقول كده في اللغة بتاعتكم، خزان مليان احزان. عندي يا ربي احزان، مش عارف يا رب، معقولة يا رب ان انا جبلتك؟ ان جبلتك يا رب فعلا هيرجع قلبي ملتهب وحار فينا، واقول الم يكن قلبنا ملتهبا حين كان يكلمنا؟ معقول يا رب فعلا كده؟ صدقوني يا اخواتي الشباب واخواتي الشابات، لو قعدت 3 ساعات اكلمكم عن حلاوه مجابه ربنا بعد قيامته والتمتع والتلذذ والشبع بالقيامه، هيصبح كله كلام نظري ما لم تدخل انت فيما يسمى خبره الحديث مع القيامه. خبره الحديث مع القيامه.